أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة بإذن الله تعالى هنتعرف مع بعض على الموعد والتوقيت وعلى القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة ضد نادي سيلتا فيجو في مباراة الجولة ال28 من بطولة الدوري الأسباني الممتاز، وهنتعرف أيضا على ترتيب الفريقين في الدوري وعلى نتائج كلا الفريقين في الجولة الماضية. لكن قبل ما نبدأ أتمنى من حضراتكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة جميع مواعيد مباريات نادي ريال مدريد القادمة بمشيئة الله تعالى، وصلوا وسلموا على سيدنا محمد. ويلا بينا نتعرف مع بعض على تفاصيل هذه المباراة. Audio Jungle. سقط نادي ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي في مباراة الجولة الماضية ضمن الأسبوع ال27 من بطولة الدوري الأسباني أمام نادي فانيسيا بنتيجة 2-2، ولكن ما زال ريال مدريد محافظا على صدارة ترتيب الدوري الأسباني برصيد 66 نقطة من 27 مباراة. بينما على الجانب الآخر نادي سيلتا فيجو في مباراة الجولة الماضية حقق المكسب بنتيجة 1-0 أمام نادي الماريا، ليصبح نادي سيلتا فيجو في ترتيب المركز السابع عشر برصيد 24 نقطة من 27 مباراة. وفي آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت مباراة الأسبوع الثالث من الدور الأول، وانتهت بمكسب نادي ريال مدريد بنتيجة 1-0. في الجولة القادمة سوف يستقبل نادي ريال مدريد نظير نادي سيلتا فيجو على استاد سانتياغو برنابيو يوم الأحد المقبل الموافق 10/3/2024، على أن تنقل هذه المباراة عبر شاشة بي إن سبورت 1 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا وسوريا والسودان، 8:30 مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر. بكده يبقى وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى التوفيق لريال مدريد ولكل مشجعيه في هذه المباراة، وأتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. بتوقع مكسب نادي ريال مدريد في هذه المباراة بنتيجة 3-0. لو حضراتكم أيضا من متوقعي نتائج المباريات يا ريت طبعا تكتبوا لنا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة في التعليقات. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.